السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير. تعالوا شوفوا النهاردة هوريكم من 1600 جنيه بالظبط أنا صرفتها هتعملي مكسب، يعني تقريبا مش أقل من 5000 جنيه. شايفين الخير؟ من 50 فرخة. هقول لكم النهاردة بالظبط أنا عملت إيه وإيه اللي هيحصل الفترة الجاية. أنا كنت جايبة دورة كتاكيت على كام بطاية، كام كده كتكوت فيومي، على كام ديك رزي، على كام فرخة بلدي هجين. شايفين ما شاء الله، الله أكبر. شايفين الخير؟ دي الفيومي والرزي حطاهم هنا حاجة كده إيه ما شاء الله، الله أكبر. 20 يوم فرقت معايا جدا في الوزن مع الرزي، حاجة كده تفرح. تعال نشوف الهجين. الهجين حطيته هنا، عزلته لوحده. شايفين الخير ما شاء الله. أنا حطيته في البطارية هنا، المكان محكوم وهيشيلهم لحد اخر الدورة ان شاء الله. بس عزلت الهجين لان الهجين بياخد وقت شوية، بيزير ديك الرز بياخد ايه يعني على شهرين هبتدي اطلع فيه. على كام بطاية تعالوا شوفوا كده معايا برضو، وهتكلم معاكم في التفاصيل بالظبط. شايفين هنا يا جماعة انا حاطه لهم ايه جدرتين، دي عشان المية الساقعة في الحر اللي احنا فيه ده، بحط لهم على طول مية ساقعة. الجدر بتحافظ على ايه نسبة الرطوبة بتاعت المية، بحط لهم منها على طول. ده البط حطيته هنا عزلته، وهنا زي ما انتم شايفين كده في البطارية دي حطيت الرزي والفيومي، وحطيت البلد الهجين هنا. حاجة كده ما شاء الله هتديني مكسب، وانا قاعدة كده مستريحة، ولا تعب ولا زي الابيض ولا وجع دماغ ولا الجو بيجي حر والكلام ده، لا. البلدي والفيومي والحاجات دي كلها مناعتها قوية جدا. شايفين الديك الرزي ما بتكملش معايا حاجة وبتديني وزن في اسرع وقت. يعني ايه زي الابيض، بس ايه ده مناعته قوية. الابيض يا دوبك بياخد ممكن دورته 45 يوم، ده بيقعد شهرين وبطلع على 2 كيلو. تمام، من كيلو ونص ل 2 كيلو. لو عايزة اكبره عن كده يوصل معايا 3 كيلو هقعده 3 شهور عندي. الديك الرزي ما شاء الله. شايفين الحجم ده عنده 20 يوم. انا جبت يا دوبك، بصوا يا جماعة، جبت حوالي يعني ب 1600 جنيه كتاكيت وبط وعلف وشكارة علف معاهم، شكارة علف بيدي. تمام، لسه الشكارة لحد الآن عندهم 20 يوم وما خلصتش. لسه هتكمل معاهم بقية الشهر إن شاء الله، لأن العدد برضو صغير مش كبير. وبعد كده هبتدي إن أنا أخلط لهم خلاص على كده. بعد اليوم ال30 ببتدي أخلط. هحط عيش ناشف مدشوش، وهحط شيشة ناعمة، وابتدي أخلط لهم. وأي بواجي أكل من البيت، يعني مش هيكلف معايا حاجة، مش هتكلف الدورة دي معايا أي حاجة. البلد الهجين نفس الكلام، مش هياخد برضو معايا وقت كبير، لأن برضو البلد الهجين بيكبر بسرعة، بس مش نفس الدورة بتاعت الرزي. أنا عزلت دول برضو عشان يبقوا براحتهم كده، علشان ما يبرموش مني لو أنا سبتهم في مكان واحد كلهم. لا، أنا عايزة الكتاكيت تاخد راحتها كده وتزيد في الوزن. شوفوا بقى انتوا بقى احسبوها انتوا مع نفسكم. لو الفرخة عندي على مدة شهرين من كيلو ونص ل2 كيلو، شوفوا معاكم هترموا قد ايه. انا صارفة كام؟ انا صرفت والله العظيم بالظبط، صرفت على الدورة دي اول ما جبتها 1600 جنيه كتاكيت وشكارة علف 25 كيلو. ما كلفتش معايا حاجة. وبعد كده بعد الشهر هبتدي ان انا احط عيش ناشف مطحون او مدشوش، واحط شيشه ناعمه. وباي بواجي اكل موجوده عندي في البيت بحطها. صراحه ما شاء الله، الله اكبر. حاجه كده مش هتكمل معايا، ومناعه قويه ولا تعب ولا اي حاجه. وبالذات يا جماعه في البطاريات،
في البطاريات الوضع تاني خالص غير الارضيه، لا نظافه ولا امراض ولا اي حاجه. يا دوبك احنا بس بننضف لهم بس ايه تحت البطاريه وخلاص. لكن هما مفيش ما شاء الله يعني ما عندناش احنا كل شويه هنحط مثلا نشاره، هنحط تبن، الكلام ده لا مفيش. الدوره بتاعتنا مش هتكمل معانا حاجه وهتطلع معاكم بالخير كله ومكسبها حلو. انتوا قاعدين اللي شغال عنده وظيفه او شغال في مكان بره يجيب دي كده ويا دوبك بس مش هيحط لها اكل الا الصبح وبالليل وهيسيبهم وخلاص على كده، يعني مفيهاش تعب خالص ما شاء الله. الحاجة عندنا يعني ايه يعني من عدد بسيط ممكن نعمل مشروع نبدأ بيه، بعد كده ممكن نزود بدل ال50 دي الدورة الجاية ان شاء الله نضاعفها نخليها 100. هنبدأ بمشروع زي كده، لان في ناس كتيرة سألتني على مشروع الفراخ او الديك الرزي كويسة ولا لا. كويسة جدا جدا، انا اشتغلت فيها دي عن خبرة يا جماعة، سنين انا شغالة فيها وعارفة جميع الانواع، مين اللي بيجيب بيض، مين اللي احسن في الانتاج البيض ومين الاحسن في الانتاج اللحم. كل حاجه انا اتعاملت معاها، يعني حاجه كده انا ايه يعني مجرباها ومتعامله معاها اديلي سنين، عارفه جميع الانواع. وانتوا عارفين الفراخ الرز دي يعتبر كده ايه حاجه كده بلدي، واللحم بتاعها ما شاء الله، لان انا بطلع كمان انا بطلع اكل بيتي وبطلع الحاجات بتاعتي دي للعملاء، يعني بطلع الفراخ اللي انا بربيها والبط والحاجات دي للعملاء اللي عندي. الحاجه بتفرق، لو هتبيع ما تبيعش للتاجر، تبيعوا يا جماعه لجرايبكم اللي ما عندهاش مثلا لسه عملاء، تجيب للجرايب للجيران، الكلام ده هتطلع. اللي عايزه توسع شغلها تعمل جروب والكلام دوت وتعرض شغلها هيجيلها، لان ده حاجه بيت نظيفه، لا واخده هرمونات ولا واخده حقن ولا ادويه. انا ما خدتش بس اللي هي الفيتامينات بتاعت اول 3 ايام والست ايام برضو كملت بيهم الفيتامينات والاملاح المعدنيه، يعني ما كملش معايا ايه او ما خدتش بمعنى اصح ادويه كتير. مفيش ادويه يعتبر، هي بس عشان ايه الاملاح بتاعتهم عشان الكالسيوم والحاجات دي في اول 3 ايام. بصوا يا جماعه كده ايه، ابداوا المشروع وتوكل على الله، والله العظيم والله العظيم باذن الله هيعجبكم جدا. بس انا ما بحبش اشتغل في الابيض عامه يعني، بس انا بنزله اوقات زي دوره رمضان وكده، لان بيبقى فيها طلب عالي. لكن انا شغلي معظمه فراخ بلدي وبط، هو ده الشغل هنا يعتبر الاساسي، لان ده المكسب. انتوا عارفين الفراخ البلدي الكيلو بيتباع في المحلات من 125 لطالع، لكن الابيض البورصه بتاعته بتبقى واجعه، شويه نازله شويه طالعه الكلام ده. لا انا بامن نفسي وبشتغل في الحاجه الحلوه اللي هي ما فيهاش جهد، اللي هو مضمونه الناس بتحبها، الاقبال عليها كويس. حاجه كده انت بتطلعيها من البيت وبتروح للمستهلك وبيدعي لك، بياخد الحاجه بتاعتك كده بيدعوا لكم. تمام. انا الدوره ما بتكملش مثلا شهرين ونص بالكتير، اللحمه بتروح عنده الفراخ ده يبقى دوب يعتبر طريه، الطعم بتاعها بيفرق خالص عن المزارع. حاجه كده الله اكبر. اتوكلوا على الله واشتغلوا في المشروع ده، والله العظيم والله العظيم هتدعوا لي. الناس اللي دخلت ورنت عليا وسالتني من القناه هنا ما شاء الله، انا قلت لها على كل حاجه ونصحتها ان هي تطلع شغلها بايديها. يا رب كده يزيد الخير في ايديكم دايما ويوسع رزقكم. ابدأوا المشروع مش وحش، وان شاء الله ربنا هيكرمكم وهتيجوا تعلقوا لي. بس ابدأوا اول حاجه بعدد صغير وان شاء الله هتشوفوا النتيجه، وبعد كده وسعوا زي ما انتوا عايزين. يا رب اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. وما تنسوش لو انت اول مره تدخل القناه ما تنسوش تتابعوا، وما تنسوش اللايكات، ولو في اي استفسار اكتبوا لي في الكومنتات وانا هرد عليكم. اقول لكم ايه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.